كل اللي عملته كان عشان الأفاضل. حضرات السادة الأفاضل، حضرات السادة الأفاضل، بما اننا يوم 21 اول يوم لعرض فيلم السادة الافاضل، الفيلم مرتبط بالجونة او مهرجان الجونة، وليه اخترتوا المهرجان تحديدا ان يكون العرض الاول ليكم؟ لا، هو الفيلم مش مشارك في المهرجان، الفيلم على هامش المهرجان، هو البريمير معمول، عاملين البريمير بتاع الفيلم هنا، والفيلم مش في المسابقة الرسمية. اللي مهتم حتى بصناعة السينما بيبقوا موجودين، فده مكان حلو ان انت تبتدي منه، ان الناس تشوفه ويبدأ يطلع فيدباك وتبدأ الناس تقول رأيها يعني في الفيلم. لا، هي الفكرة بتاعت الفيلم، احنا كاتب الفيلم انا ومحمد عز الدين وعبد الرحمن جويش. عبد الرحمن جويش كان عنده سطر كده، فكرة مبدئية، قعدنا اشتغلنا عليها، ابتدت تتطور معانا لحد ما وصلنا للسكريبت. بنستشير بعض يعني في القصة دي، واحنا برضو من واحنا بنكتب بنبقى متخيلين ان ممكن الدور ده يبقى فلان او فلان، يعني بتمشي كده، مين بقى معانا، مين، طب بنشوف بديل، طب مش عارف ايه كده يعني. مفيش حد تقريبا اتكلمنا معاه في الفيلم، ناس قليله يعني، ما افتكرش حد يعني ما جاش. في حاجات عادي ممكن تشتغل تلاقيها ماشيه معاك، فاتحه معاك، عارف تشتغل، وفي حاجات لا بتحتاج وقت. يعني الفيلم ده اخد ممكن سنه ونص مثلا. سنة ونص اه تقريباً. اه اه